كم حكام حكموا العالم؟ خلينا قبل ما نعرف إجابة السؤال ده أعرفك حاجة صغيرة، إن مفيش حد يقدر يحكم الكرة الأرضية دي كلها من ساعة ما اتخلقت لحد يومنا ده غير 4 أشخاص بس، لأن العالم كله كبير ومحتاج قوة وسيطرة وحاجات كتيرة. فمن إرادة الله عز وجل إن من ضمن ال4 أشخاص دول 2 منهم مسلمين. لكن مين هما ال4 أشخاص اللي حكموا العالم كله؟ هقول لك وأفهمك بالتفصيل، بس خلينا في الأول نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. كوكب الأرض يا صديقي شاف حكام كتير قوي جدا، لكن ما كانش في حد يقدر يحكم الكوكب من مشرقه لمغربه. فكان من ضمن ال4 أشخاص دول يا صديقي 2 مؤمنين زي سيدنا سليمان عليه السلام وذو القرنين، وال2 الكفار زي النمرود وبخت نصر. طب ايه قصتهم وايه القوة اللي كانوا بيمتلكوها عشان يحكموا الكوكب ده كله؟ هعرفك يا صديقي، وخلينا نبدأ بأول قصة، وهي قصة سيدنا سليمان عليه السلام. فسيدنا سليمان يا صديقي ربنا عز وجل كان عاطيله ملك كبير جدا، وكان مسخر له كل حاجه زي الجن والانس والطيور، وانه يتحكم في الرياح ويتحكم في كل حاجه، وعلمه لغه الحيوان وعلمه لغه الطير. فكان عنده ملك كبير جدا. عشان سيدنا سليمان عليه السلام دعا ربنا وقال له: يا رب اعطيني ملك لم تعطيه من احد من قبلي ولا من بعدي. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى استجاب له الدعوه واعطاه ملك كبير جدا، ومفيش حد ملكه قبله ولا بعده. ده غير ان هو اشهر حكام الارض، ده بل يكاد ان مفيش حد يعرف غيره ان هو اللي حكم الارض. اما قصه ذو القرنين فده كان بيدعي قومه للاخلاص وانهم يعبدوا الله عز وجل، فما كانش في حد بيستجيب ليه، بل بالعكس كانوا بيسخروا منه، لغايه ما بعض الناس استجابوا ليه واتبعوه. لكن ازاي ملك الارض من مشرقها لمغربها؟ هقول لك يا صديقي، في اثناء وقت نومه شاف رؤيه عجيبه جدا، فبعد ما صحى بدا يعرض الرؤيه على الناس اللي اتبعوه، ففسروا له الرؤيه ان هو سيصبح ملك وعنده جيش كبير وهيملك الدنيا من مشرقها لمغربها. اما قصه النمرود فبقصته المشهوره في القران الكريم ان هو ملك ظالم كان بيدعي الربوبيه، وكان عايش في بابل بالعراق، وكان بيجادل سيدنا ابراهيم عليه السلام بانه كان بيدعي الربوبيه. وده غير طبعا بالقصه المشهوره في القران الكريم. ده بجانب بقى يا صديقي ان النمرود كان اكبر دليل ان هو لا يملك شيء الا باذن ربنا عز وجل، ودي نتيجه الغرور اللي هي حشره تدخل راسه وتذله لغايه ما يتصاب بالجنون ويطلب من الناس انهم يضربوه على راسه بالنعل عشان الحشره تهدى وتبطل زن في دماغه. فسبحان الله الحشره دي ما كانتش بتهدى الا لما يتضرب النمرود على راسه. فدي النتيجه ان ربنا عز وجل يبعت جند من جنوده، وفضل كده لحد ما مات ذليل من كتر الناس ما بتضربه على راسه. اما قصه بخت نصر فده كان ملك بيحكم بابل في العراق برضه، لكن قبل ما يكون ملك ويحكم العراق كان قائد جيش جرار قوته 100,000 مقاتل، وكان معروف للعالم بقوته وشراسته. وبس كده صديقي، عرفتك على 4 أشخاص اللي حكموا العالم كله. فما تنساش لايكك الجميل للفيديو عشان يوصل لغيرك ونستفيد كلنا بقى.